كانت الأيام تمر بهدوء جميل حتى جاء ذلك اليوم الذي وصلت فيه والدة طارق ومعها بعض نساء العائلة ليتقدمن رسمياً بطلب يد روان للزواج وفقاً للأعراف والتقاليد. لكن روان رغم سعادتها قالت لي يومها إن شيئاً لم يطمئنها تجاه خالته وابنتها، تلك الخالة التي كان يسكن معها في المدينة. شعرت بانقباض غريب في قلبها، رجفة اجتاحت جسدها كله، وشيء لا يمكن تفسيره، إحساس مقيت وغامض سيطر عليها تماماً. أخبرتني روان أن ابنة خالته كانت ترمقها تلك الليلة بنظرات تنضح بالكراهية، نظرات لم تخطئها عيناها، وأن خالته في أكثر من مناسبة تعمدت إحراجهم، وكان في حديثها شيء غريب وفي تصرفاتها فظاظة نافرة لا تفسر بسهولة. لكن الأغرب على الإطلاق كما وصفت لي كان لحظة اختفاء الفتاة فجأة، ثم ظهورها في منتصف غرفتها كأنها تبحث عن شيء ما بلا استئذان. وعندما سألتها روان إذا كانت تريد شيئا ولم ترد عليها الفتاة، بل اكتفت بأن وجهت لها نظراتها النارية. ورغم محبتها لوالدة طارق تلك المرأة الطيبة البسيطة، ورغم فرحتها بأن علاقتها به أصبحت رسمية، إلا أن شعورها تجاه خالته وابنتها وما رافقه من أحلام مزعجة دارت حولها في تلك الليلة جعلها تشعر بخوف عميق، خوف لم تستطع تبديده. كانت تقول لي بيقين غريب إن تلك الأحلام لم تكن عابرة، بل رسائل تحذيرية من أصدقائها، أولئك الجن الذين أحبوها وكانوا الآن ينبهونها: احذري،